بمكونات بسيطه وطريقه سهله. غيديروا معايا خبز السمسم التركي اللي طيب في الزيت بصح يجي خفيف وبنين بزاف. حسوا خبز على طريقه الفريكاسي، جربوه راه بنين بزاف بزاف بزاف. خليكم المقادير بالتفصيل مكتوبين تحت الفيديو وتبعوا معايا المراحل. في كاس درت كاس حليب دافيس، لها مورفه كبيره خميره الخبز، مورفه كبيره السكر، خلطتهم وزدت لهم عظمه وثلاث مغارف كبار زيت. من بعد زيدوا لهم فرينه بشويه، درت 2 كيسان كبار ونص مورفه كبيره ملح. عجنوها بيدكم بالعجانه حتى تلم العجينه. حتى تشكل عندكم عجينه طريه تلصق شويه في اليد، تغطيوها وتخليوها تخمر نصف ساعه. من بعد ما تخمر راح توجدوا صحن فيه حليب عادي وصحن فيه جلجلان. تغمسوا العجينه بعد ما تخمر في الحليب الساع، وعندكم يسح لكم الحليب الصحن كيما ساح لي انا. تغمسوها من فرد جهه وثم تزيدوا تغمسوها في الجلجلان. ترشوا شويه فرينه وتفتحوا العجينه تاعكم على سمك 1 سنتيمتر بشكل مستطيل. بعد تزيدوا تقطعوا العجينه تاعكم على 10 مستطيلات واحده اخرى باش يجي باهي شكل خبزه. تغطيو عليهم تخليهم يزيدوا يخمروا شويه ربع ساعه. ما بين لا نوجدوا الحشو تاع الخبيزات تاعنا. راح نحشيهم بالدجاج يكون قطعته مرصوص شويه طوال ورقاق. وجدوا الماريناد تاعو نخلطوا فيه ونقليه في المقله بدون زيت لانه الماريناد فيه الزيت. ودركا بعد ما خمروا الخبيزات تاعنا الى الزيت راح نقليوهم في زيت يكون سخون ونحمروهم من الجهتين كما نحمروا لي بيني، وما ضلوش ترشوا عليهم في الزيت راهم وحدهم يتنفخوا وقلبوهم برك. هذا هو شكلهم النهائي هكا. بعد شوفوا لي من الداخل كيف يكون فرغان هكذا، معناتها الوصفه ناجحه. لازم تجربوها. تنساوش ديروا لايك فولو وسلام.